كارت لاكي، اسيبه ولا اجيبه على عيبه؟ استيقظ للكلام وتعالى وانا اجاوبك. اهلا بيكم، انا محمد صفا. عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بخير. مؤخرا ظهرت كروت كتير بنظام المدفوع مقدما او البريبيد، واللي من ضمنها لاكي 1 وتيلدا وكليفر وماي فوري وكروت تانية كتير. طيب انا ايه اللي يخليني مثلا اجيب كارت من دول، خصوصا لو انا عميل بنك مثلا؟ وعشان اجاوبك تعالى كده نبدا الاول بكارت لاكي 1، واللي اساسا بدا كابليكيشن لاكي للخصومات والكاش باك، وبعد كده عملوا كارت لاكي 1 وكمان ضافوا موضوع التقسيط. اول حاجه هتحمل ابلكيشن لاكي من الستور الخاص بموبايلك وتعمل حساب بالطريقه اللي تناسبك، وهتلاقي في الابلكيشن خصومات من اماكن معينه وكاش باك كمان من بعض المواقع واللي تقدر تستفيد منها. يعني مثلا لو اشتريت من امازون عن طريق لاكي هيوصل لك كاش باك بيوصل ل 7%، ومن جوميا بيوصل ل 4.5%، وبوكينج بيوصل ل 3%، بالاضافه لكم موقع تانيين كلهم موجودين في صفحه الكاش باك. وكمان في وجبات باسعار هايله جدا من بعض المطاعم زي بيتزا هات وكنتاكي. وعشان تقدم على كارت لاكي 1 هتروح في الابلكيشن على الجزء الخاص بالكارت وتصور بطاقتك وش وظهر عن طريق الابلكيشن، وبعد كده هتجيلك الموافقه وتشوف اقرب مكان تقدر تروح تستلم منه الكارت. بتدفع 25 جنيه وبيرجع لك 10 جنيه على حساب كارت لاكي 1. كده بقى معاك الكارت، بس لسه ما جاش دور التقسيط. بالنسبه لكارت لاكي، الكارت بيكون كارت ميزه، وبيكون فيه ميزه الدفع اللا تلامسي، وكمان فيه تشيب والرقم السري بتاعه بتستلمه مع الكارت نفسه. واستخداماتك ممكن تتابعها من ابلكيشن لاكي، سواء كانت سحب او ايداع او مشتريات او كاش باك. ممكن تعمل ايداع في كارت لاكي 1 بكذا طريقه. اول طريقه عن طريق انستا باي لو انت طبعا عميل بنك، وده عن طريق انك بتدخل رقم الكارت وبتكتب المبلغ اللي انت عايز تحوله، بيكون مفيش اي رسوم. كمان ممكن تعمل ايداع من خلال ماكينات الاي تي ام اللي بالبنوك اللي هتظهر لكم دلوقتي، وده برضو بدون رسوم والرصيد بيسمع على طول. الطريقه الثالثه عن طريق فوري، بس هنا الايداع بيكون مش لحظي، يعني بياخد له وقت عقبال ما بيسمع، وكمان بيكون فيه رسوم بسيطه. الميزه الاساسيه بقى والكبيره في لاكي 1 انه بيديك 3% على اي عمليه بتنفذها من خلال كارت لاكي 1، وبيعملوا عروض كتير من وقت للتاني. يعني مثلا الكاش باك في مول العرب كان 6%، ومن كام اسبوع كده عملوا اوفر برضو لمده يوم واحد في سبينز الكاش باك كان 30%، وساعات كمان بيعملوا اوفرز بتوصل ل 50% كاش باك، وده كاش باك حقيقي بدون حد اقصى، مش عرض في شنك ولا اي كلام. انت ممكن تتخيل ان 3% ده رقم قليل، بس انا عايزك تتخيل ان كل 100 جنيه تصرفها هيجي لك عليها 3 جنيه في مصروفات ومدفوعات انت كده كده هتنفذها، بس هيجي لك عليها كاش باك. فلما تعمل ده على كل مصروفاتك هيعمل معاك مبلغ كويس في الاخر. طيب الكارت معاك بقاله شويه، هتلاقيهم ضافوا لك رصيد تستخدمه في عمليات التقسيط. والتقسيط حاليا في لاكي ببساطه انك بتقسط المبلغ على 5 شهور، والفايده بتكون 2% شهريا او 10% على اجمالي مده التقسيط. يعني مثلا لو هتقسط 1000 جنيه هتدفع 220 جنيه لمده 5 شهور، ولو ما دفعتش بيكون في غرامه 2% بالاضافه ل 50 جنيه. بس طبعا كل الكلام ده دلوقتي، هم المفروض قريب هيبداوا في المرحله الثانيه في موضوع التقسيط، وجايز كل ده يتغير. قبل ما تجري بقى وتسيب الحلقه كده وتروح تطلع الكارت، خليني اقول لك فين القنه. ايوه طبعا في قنه. امال فاكر ان هم بيعملوا لك كل الكلام ده عشان بتقول لهم يا استاذ لاكي؟ اول حاجه لاكي ما عندهاش خدمه عملاء. الطريقه الوحيده للتواصل مع لاكي هو انك تفتح الابلكيشن وتعمل معاهم تشات. وبالمناسبه مضطر تفضل فاتح صفحه التشات دي، لان هم لما بيردوا عليك مش بيجي لك تنبيه او نوتيفيكيشن على الموبايل، فممكن يخشوا ويردوا ويخرجوا وانت لسه قاعد مستنيهم. تاني حاجة، مؤخرا ظهرت شكاوي اكتر من العادي على ان التحويلات اللي بتتنفذ للكارت ما بتوصلش، او مثلا لو عملت مرتجع لعملية نفذتها عن طريق الكارت الفلوس ما بترجعش، وحاجات تانية معناها في الاخر انت فلوسك مش معاك. بص، هو يعني الكمال لله وحده والخطأ وارد، مشكلتهم بس ان انت لما تعمل شكوى من النوعية دي بتاخد 30 يوم عمل، يعني شهر ونص. يعني ان شاء الله ولادك هم اللي ياخدوا الرصيد اللي يرجع ده. تالت حاجة، التقسيط مش متاح في اماكن كتير، وكمان في بعض التجار اللي هم اصلا متعاقدين مع لاكي بيرفضوا ينفذوا عمليات التقسيط. رابع حاجة، عروض الخاصة مثلا بالمطاعم بتكون محدودة جدا، يعني هو مثلا بيكون مثلا عدد 50 عرض وبعد كده العرض بيقف. المشكلة هنا انك وانت بتحاول تنفذ العملية الابلكيشن هيجيب لك ايرور. طب يا جماعة قولوا ان العرض ده خلاص مش موجود النهارده بدل الكسف يا جماعة اللي بتحصل قصاد الكاشير. خامس حاجة، كارت لاكي 1 مش شغال اونلاين زي ما بقول لك كده والله. سادسا، في عدم استقرار في الخدمه. طبيعي جدا انك وانت بتحاول تشتري بالكارت ممكن تجرب مره واثنين وثلاثه واربعه عشان العمليه تتنفذ. بكل وضوح انا عرضت قدامك كل حاجه، وما اقدرش اقول لك قدم على الكارت او ما تقدمش، ده قرارك انت. بس لو انت لقيت ان 3% الكاش باك وبقيت مميزات الكارت والابلكيشن يستاهلوا، تقدر تحمل الابلكيشن من اللينك ده. يا ريت الناس اللي جربت كارت لاكي 1 تكتب لي تجربتها في التعليقات.
تحياتي.